Dakhla Atlantic Port, c'est the big port. ميناء الداخلة الأطلسي هو الميناء الكبير الذي يتم بناؤه في منطقة الداخلة وادي الذهب لتعزيز التعاون بين المغرب والدول الإفريقية، خاصة منطقة الساحل. الهدف هو تقوية العلاقات التجارية مع الدول الإفريقية مع توقيع تبادلات تجارية مهمة مع باقي القارة الإفريقية والأمريكيتين وأوروبا. عمليا يتكون المشروع من جزء بري بطريق وصول طوله 7 كيلومترات وطريق وصول بحري بطول 1.3 كيلومتر، بالإضافة إلى بنية تحتية مينائية تتكون الأخيرة من 3 أحواض كبيرة مخصصة لإصلاح السفن وحركة الصيد وأنشطة التجارة والطاقات المتجددة. بالإضافة إلى ذلك سترافق الميناء منطقة لوجستية صناعية مساحتها 1650 هكتار، مما سيمكن من جذب المزيد من المستثمرين والعمل مع الدول المجاورة لتمكينها من الانفتاح على المحيط الأطلسي. سيبلغ طاقة الميناء الإجمالية 35 مليون طن. جميع الموظفين هنا مغاربة بنسبة 100%، ونحن نعمل مع شركات واستشاريين وخبراء مغاربة، بالإضافة إلى وزارة التجهيز والماء التي أمثلها أنا وفريقي. إنه عمل جماعي يمكننا من مواجهة التحديات التقنية المختلفة التي نواجهها يوميا لإنجاح هذا المشروع، ونأمل أن نبدأ تشغيله في الوقت المحدد أي عام 2029.